ده محمد لا سوري، ماهر. احنا هنقول اسامي الشخصيات في اعمالهم، مش هنقول اسامي الممثلين، ولو عايز تعرف ليه كمل الفيديو للاخر. هل يعني كده مش هيبان ان احنا بنسف؟ فهنقول ماهر، ودي ورد، اسمها ورد، وده مسلسل المشوار من اولها فرهده. مع بدايه الاعلان بنشوف ان ماهر اتغير تماما، فبقى بدل ما دايما بيعيش في الصعيد او في منطقه شعبيه، بقى عايش في مدينه التلج هو واسرته. وبدل ما كان كل سنه بيطلع مظلوم او محطوط عليه باي طريقه، قرر انه يغير من نفسه، لان يا بخت من بات مظلوم وهو ما يحبش يبقى يا بخته. وقرر انه بدل ما بيدفن ابوه زي كل سنه، يطلع جده من التربه ويبيعه، فاشتغل في تهريب الاثار. وعندنا بقى مسلسل تاني مهم، هو مسلسل دايما عامر. فانا لقيت البرومو بتاع المسلسل بيبدا بالبطل اللي ما ينفعش نقول اسمه، وهو بيلبس النضاره ويغمز بعينيه ويعمل الحركات الشقيه اللي بتخلي جمهور كبير من سن الاربع والخمس سنين يتابعوه، لانهم من عشاق الرسوم المتحركه. وبصراحه من البروموهات اللي نزلت وعجبتني هو برومو مسلسل بيت الشده، لاني ما شفتوش اصلا. ومن المسلسلات بقى اللي البرومو بتاعها يشدك من اول لحظه، هو برومو مسلسل توبه، واللي في نهايه الاعلان بيتقال حاجه مهمه جدا: اللي يصح الفهد يتحمل عضة نيابه، واللي يصح الاسد هيضحي بحبابه. لا دي بتاعتي. وطبعا احنا ما ينفعش نفوت برومو مسلسل راجعين يا هوا، اللي بيقوم ببطولته خالد النبوي ونور خالد النبوي، اللي بيمثل من ورا ابوه، عشان كده ما تلاقيش مشهد بيجمعهم في الاعلان. وزي ما قال اسامه انور عكاشه الله يرحمه مؤلف المسلسل، اللي عنده معزه يلمها. والله هو اتقال كده في اخر الاعلان. واللي يصح النمر يبقى يترحم على اللي جابه. طبعا انا كان نفسي اتكلم عن برومو مسلسل بابلو، لكن للاسف مش هينفع عشان اليوتيوب بيحط قيود كتير على فيديوهات الاطفال. انا بس هنا عايز اقول ان في المشهد ده باب الشقه اصلا كان مفتوح، فبتزقه برجلك ليه؟ مفيش اصلا اي مبرر انك تزقه غير انك كنت بترن الجرس برجلك واتكعبلت تقريبا. وطبعا كلنا عارفين ان انا وانتوا وكلنا مستنيين مسلسل الكبير، لانه وحشنا كلنا، ومستنيين رمضان عشان نتفرج عليه وعلى المسلسل ده وده 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 لا ما اظنش، وده برضه مش هتفرج عليه. وطبعا احنا كبشر قدراتنا محدوده، فمش هنقدر نتفرج على كل ده من غير ما اكيد هنسقط في النص حلقه كده و10 كده. وهنا بيجي دور الناس الطيبين اللي زيي. انا بحب اساعد الناس، مش انا لوحدي الصراحه، انا وفودافون. وعشان تعرف انهي المسلسلات اللي ما تتفوتش السنه دي، عملنا لك كبسوله المسلسلات بالشراكه مع واتشت وشاهد. الملخصات بتاعتي اللي انتوا بتحبوها هتلاقوها معموله لمسلسلات رمضان في مكان واحد بس، وهو تطبيق انا فودافون. فلو عايزين تتفرجوا عليها ادخلوا على كبسوله المسلسلات من ابلكيشن انا فودافون. وزي ما محمد طاهر قال، اللي هو انا يعني، اللي يصح البطه يوصلها للمحطه. سلام.